الورشة هاي أو الاجتماع هذا هو اجتماع تقييمي بالدرجة الأولى للتعاون اللي صار بين مبادرة جدال الخضراء البيئية والبلديات بشكل عام وبشكل خاص البلديات الريفية. رح نحاول نستفيد من الموسم الماضي لنقدر نتجاوز كمان العقبات الموجودة حتى نقدر نستمر بالموسم الحالي هو موسم التعقيد. خاصة الخضار ضمن المدينة أو ضمن البلدة أو ضمن القرية اللي نحن فيها من مهامنا الأساسية، زراعة الأشجار، التشجير، شو ما كان بتسموه. فالفكرة وين؟ الفكرة إنه نحن ما عم نكون مهامنا اللي هي أصلا كان بشكل طبيعي لازم نكون فيها ولازم نلاقي مساعدة من غير جهات. على القرى التابعة لنا، إحنا نراوغ القرية صار عندنا اكتفاء ذاتي يعني. شكرا. اللي صار مع هالبلدية مع شوق نحن ما قدمنا لهم مبالغ مالية ولا قدمنا له الآليات. الأمور كانت كلها بسيطة عبارة عن شوية جهود. كم شخص من ضمن الموظفين البلدية قاموا بهالواجب هذا. السماد العضوي أنتجوه بالبلدية نفسها. البذور السنة هاي رح يجمعوها هن بنفسهم، رح يجمعوها لأنه البذور موجودة عندهم أشجار بالقرية وبالبلدية. مع إنه بالقرية مثلا في شجرة سلوزة جمع منها بذور. طبعا عندك مرحلة النضج، عندك مرحلة النضج البذور هي تقريبا من الشهر العاشر تجي أواخر العاشر تنضج عندما يوصل البذرة للبني الداكن. فلما العنب لازم يكون هاي بالنسبة للأشجار الصغيرة أكثر من عين. بدك تنقي قلم فيه حيوية 4 عيون، بدك تعتمد على هالطريقة. وهالقلم فيه حيوية فرع عمره سنة فيه 4 عيون.